هلو يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم ان ازاي إن البنت تهتم بريحتها، وان هي ريحتها على طول تبقى حلوة وفريش اكبر وقت ممكن. اول واهم حاجة طبعا موضوع الشاور. مهم جدا ان انتي تاخدي شاور اول ما بتصحي الصبح، قبل اي مشوار، بعد ما ترجعي من المشوار بالذات في الصيف. وكمان موضوع بعد الجيم، المفروض ان انتي على طول بعد الجيم ان انتي تروحي. مهم جدا ان انتي اثناء الشاور ان انتي تستخدمي مقشر للجسم، لان التقشير للجسم مهم جدا. ده بيخليكي اي برفيومز بتحطيها، اي لوشن بتحطيها، الجسم بيستقبلها بسهولة جدا، لان انتي عملتي سكيلينج او شلتي طبقة من الجسم. الطبقة دي مش بتخلي الجسم يستقبل اي ريحة بتحطيها. تالت واهم حاجة ان انتي تستخدمي لوشن. واللوشن والبادي اهم شيء اهم شيء بقى ان البادي لوشن والبادي سبراي او البادي سبلاش يبقوا نفس الريحة ونفس السنت. وتحطي اي عطر تحطيه على البالسز، وتحطي قبلها تستخدمي فازلين او مرطب. اللوشن اللي انت هتستخدميه تستخدميه عند الاماكن اللي فيها نبضات، عشان خاطر الريحة تقعد معاكي اكبر فترة ممكنة. من الحاجات المهمة بقى، لو انت هتشربي حلبة، لو انت هتاكلي توم، لو انت هتاكلي حاجة فيها بصل، ان انت مهم جدا ان انت تشربي مية كتير جدا لمدة اليومين اللي بعدهم، لان الريحة بتقعد في الجسم وممكن تطلع طبعا، فطبعا ريحة الجسم ما بتبقاش افضل حاجة. طيب، هنعمل ايه تاني؟ الهدوم بتاعتنا يعني على طول الهدوم بتاعتنا تتلبس مرة واحدة ونغسلها على طول، عشان خاطر الريحة بتقعد وبتتراكم على الهدوم. في معطرات بتبقى موجودة بتتباع في السوق للهدوم، ممكن ان انت تعطري الهدوم بتاعتك. لو انت دلوقتي طبعا الفصل بتاع الصيف، وما بين الصيف والشتاء هتبتدي ان انت تطلعي الشتوي، فمهم جدا ان انت الهدوم كلها تغسليها. معلش، هي الموضوع بياخد وقت وبتبقى عملية مرهقة، بس اي هدوم هتتشال لازم تتشال وهي نظيفة، عشان خاطر لما تيجي السنة اللي بعدها تبقى ما يبقى ريحة الهدوم مبتبقاش فيها كمكمة او فيها اي حاجة. لو انت هتشيلي الهدوم الشتوي لو انت هتشيلي هدوم شتوي، مهم ان انت تستخدمي نفتالين. بالذات الهدوم الشتوي بعد الشر ممكن يحصل فيها ان يبقى فيها عتة، العتة تاكل الصوف او كده. فبيبقى في الصيدلية حاجة اسمها النفتالين، اطلبيها برضو من الصيدلية، بحيث ان هي تحافظ على الهدوم وتحافظ عليها حد الشتاء اللي جاي. طيب، اهم حاجة برضو لو هتستخدمي ديودران بعد الشاور، مهم ان هي ما يبقاش فيها ألمونيوم او املاح الألمونيوم او فيها بارابين، لان الحاجات دي كلها مضرة بعد الشر. ممكن تعمل بتبقى مشاكل في الجسم، منها سرطان الثدي. فعلى قد ما نقدر ما نستخدمش الحاجات المضرة، ونستخدم حاجات طبيعية لأذى ديودران. طيب، برضو حاجة مهمة جدا موضوع الشاور بعد الجيم. لو انت بتروحي الجيم بقى، فلازم طبعا ان انت تستخدمي ديوران قبل الجيم، وبادي سبلاش خفيف، بادي سبلاش. وفي نفس الوقت بعد ما بتخلصي الجيم ان انت تاخدي شاور وتستخدمي بادي سبلاش واللوشن بتاعك يبقوا نفس الريحة، عشان خاطر تبقي فريش كده بعد ما تخلصي التمرين بتاعك.